أبو سلمان عبد الله الظفيري. عندنا كذلك المنتخب العربي الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية من وجهة نظري. ما أتوقع أن في منتخب عربي قدم مثل ما قدمه منتخب المغرب يا سلطان في هذه المرحلة وفي هذه الراوند. تتكلم عن رابع العالم، وكذلك تتحدث عن المنتخب اللي حقق فوز على البرازيل، أول منتخب عربي يحقق الفوز على البرازيل. أضف إلى ذلك ثاني منتخب أفريقي يحقق هذا الفوز. المنتخب المغربي من نجاح إلى نجاح، من أداء إلى أداء، من متعة إلى متعة. المنتخب الأفضل في تاريخ المنتخبات العربية من وجهة نظرك سلطان؟ صراحة المنتخب المغربي أنا كان دائما إيماني كبير في من حيث الإمكانيات، من حيث مجموعة المواهب الموجودة عندهم، ولكن كانت دائما المشكلة لو تعيش شوي مع المغاربة وتسألهم عن كرة القدم المغربية وما هو الأسباب لعدم قدرتهم على الأقل فوز بالشكل مستمر في بطولة أفريقيا، الجواب دائما واضح، إن احنا عندنا مشكلة إن اللاعبين المغاربة ما في رغبة شديدة لتقديم الأفضل للمنتخب المغربي. نعم. ولكن نقطة تحسب بشكل كبير للمدرب وليد الركراكي اللي لما جاء للمنتخب المغربي ترى أغلب اللاعبين اللي لعبوا في كأس العالم في 22 ما كانوا موجودين مع المدربين الذين سبقهم، لأن كانت فيه مشاكل وكانت فيه يعني عدم توازن بين مجموعة من اللاعبين. لكن لما جاء وليد الركراكي رجل مغربي عارف عقلية اللاعب المغربي وكيفية التعامل معه، ودخل كأس العالم يعني بظروف صعبة، ولكنه قدر يحقق أفضل إنجاز عربي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، وما كان إنجاز سهل. أنت مطلع إسبانيا ومطلع البرتغال ولاعب ضد منتخب الفرنسي. أنا بالنسبة لي الفوز على المنتخب البرازيلي حتى لو كانت مباراة ودية، ولكن دفعة معنوية لهم. صحيح. بشكل كبير أنهم يستمرون على هذه المنهجية. المنتخب الأفضل بالتاريخ أنك تفوز عليه شيء جدا عظيم. أنا لا، الأفضل منتخب بالتاريخ إيطاليا مش البرازيل. رأيك هذا مو الحقيقة. 5 كؤوس عالم نتكلم ما يتأهل كأس العالم. هذا لو يتأهل والله شو يقول. احنا نبي ننتقل الحديث الناصر. المنتخب البرازيلي في مواجهة المنتخب المغربي في المغرب، هذه المباراة اللي فاز فيها المنتخب المغربي. حدثني عنها. طبعا شوف حتى الإحصائيات يعني متقاربة مثل ما شفنا. منتخب المغرب قبل شهرين 3 شهور كان قريب من تحقيق كأس العالم، يعني على بعد خطوتين بس، يعني وصل كأس نصف نهائي كأس العالم، وما كان طريقه والله كان سهل. طلع اسبانيا البرتغال وبنجومهم وكانوا يعني مرشحين، لكن بطريقته باسلوبه يعني بشغف الفريق بروح الفريق بالامور الفنيه اللي قاعد يسويها المدرب واللاعبين قدر يتخطى اي منتخب. يعني فوز اليوم على البرازيل في ارض المغرب بالعكس ما يعتبر شيء مستغرب، هو يقدر يفوز ترى على منتخب العالم. بالضبط. واصل انت الرابع العالم، نصف نهائي كاس العالم، مثل ما ذكرت طلع منتخبات كبيره، كان بعد خطوتين، فطريقته يقدر يفوز على اي فريق. صحيح. حاليا يعني المغرب مثل ما ذكرت هو افضل يعني منتخب يعني عربي في التاريخ. نعم. يشهد له صراحه المغرب. صح ذكرنا قبل الجزائر لكن وصل مثلا دور 16، حتى المغرب وصل دور 16 في 86، السعوديه مثلا دور 16 94. لكن المنتخب المغربي وصول رابع العالم فوز على البرازيل. البرازيل حاليا هو مصنف الاول على العالم. مرات انت تفوز على منتخب اسمه كبير لكن حاليا ما يمر بفتره ممتازه، مثل قاعد نتكلم عن ايطاليا او منتخبات ثانيه، لكن البرازيل حاليا هو المصنف الاول على العالم. وسبق ان فاز مثل ما ذكرت على المنتخبات. نعم. فبالعكس شيء مو مستغرب، ويعني ان شاء الله يحقق بطولات اكبر يعني. نعم. شكرا للمنتخب المغربي سواء على صعيد الاتحاد، اللاعبين، وايضا المدرب وليد الركراكي. للامانه فخورين فيكم، وانجاز كبير، ونتمنى استثمار هذا الجيل وتحقيق اكبر كم من البطولات وايضا الانجازات، وكل التوفيق للمنتخب المغربي. مع الكاميرا المنتخب المغربي نفس ما قال، انا اتفق مع اخوي سلطان بالضبط. شجاعه من الكابتن وليد الركراكي. كاس العالم كان في خلافات، والاشهر خلاف وحيد خليلوزيتش المدرب مع زياش نجم الفريق، واعلان اعتزال الدولي ابتعاد عن الفريق. بعد ذلك تم اقاله المدرب واسناد المهمه لوليد الركراكي. بدل الفريق تماما، واضح من اسلوب ولعب الفريق. يعني انا شفت مباراه امام البرازيل، منتخب يقدر يجاري نفس ما قال اخوي ناصر اي فريق بالعالم بالطريقه اللي يلعب فيها. واضح هناك ثقه من المدرب باللاعبين، واللاعبين واثقين بالمدرب. المباراه البرازيل طريقه اللعب اللي لعب فيها نفس اسلوبه، 4-1 4-1 او 4-3-3. ال11 اللي شاركوا في كاس العالم. نعم. موجودين باستثناء
املاح كان مصاب، شارك بداله بلال الخنوس. عند بلال الخنوس لازم نوقف هني، موهبه جينك البلجيكي، جوهره جينك البلجيكي 18 سنه، لاعب ما شاء الله تبارك الله، موهبه، لاعب مهاري، لاعب تقني، لاعب قادر على الربط مع المهاجمين، الزياده العدديه في منطقه الجزاء. بالمناسبه هو صنع الهدف الاول لسفيان بوفال في مباراه البرازيل. لاعب في شهر 10 اكتوبر 22 كانت قيمته السوقيه 500 مليون 500 ألف اللي هو نصف مليون يورو، حاليا تضاعفت 10 مرات، وصل إلى 4 إلى 5 مليون. أنا أعتقد اللاعب هذا ما راح يكون في جينك البلجيكي، راح ينتقل لأكبر الفرق البلجيكية أو إلى دوريات أكبر أيضا. نعم. الأخوة المغاربة لا تخاف عليهم من ناحية المواهب، كل أساطير. سنة 4-5 مواهب ما شاء الله. من أعلى مستوى، هذا الشيء مو غريب. فالمغرب ولادة للاعبين المميزين. كذلك نتحدث عن مدرب يعني يدرب المنتخب السعودي وأعلن يعني استقالته من تدريب الفريق. نتحدث عن المدرب هيرفي رينارد اللي للأمانة كانت نوعا ما استقالته مفاجئة. كنا نتوقع أنه مستمر مع المنتخب السعودي وفي صنع الاستراتيجية وأيضا النجاح، استمرار النجاح. توقعنا أنه يستمر إلى كأس آسيا 2023 اللي راح يقام أصلا 2024 في يناير في قطر. شيء غريب للأمانة. وأيضا تصريح اللي قال بما يعني وصلت إلى أعلى مستوى أستطيع أن أصل له ولا يمكنني أن أقدم أكثر من ذلك للمنتخب السعودي. ورد عليه ياسر المسحل اللي هو رئيس اتحاد كرة القدم في السعودية. رينارد وصله عرض من الاتحاد الفرنسي ولم يرد رفضه، ولا نستطيع إجبار أحد على الاستمرار. حتى هذه اللحظة لا يوجد اسم لخلافة رينارد. سيكون هناك وقت للتحضير لكأس آسيا القادمة مع المدرب القادم، يعني عندك تقريبا بما يقارب 9 إلى 10 أشهر. وكان هذا الرد. يعني ياسر المسحل قاعد يقول إن في طلب من منتخب فرنسا للسيدات، وهيرفي رينارد يقول عكس هذا الكلام، يقول أنا ما أقدر أقدم شيء. رأيك ليش طلب؟ شوف، أول شيء إحنا ما نعرف شنو صار داخل المكاتب داخل الاتحاد السعودي، لأنه ممكن صارت في عدم اتفاقية بين الطرفين. هذه نقطة أنا ما أقدر أتطرق فيها لأني ما أعلم فيها. لكن في جزئية مهمة جدا لازم نعرف أن رينارد مدرب فرنسي لما يوصل له عرض من الاتحاد الفرنسي لقيادة سواء منتخب رجال ولا منتخب نساء، بالنهاية هذا واجب وطني بالنسبة له. فأنا أشوف القرار اتخذ بطريقة عاطفية كمدرب. هذه نقطة. بس هو ملزم بعقد سلطان، مو الأولى أنه يحترم هذا العقد يعني. لا، بالنهاية أنت لازم تكون صريح. من المهم جدا أنت كمدرب في كرة القدم لما توصل مرحلة وتكون صريح وتقول للإدارة الرياضية بشكل عام أنا ما أقدر أعطي أكثر ما قدمت للمنتخب السعودي. احنا ما نتكلم عن رينارد السنة اللي طافت درب السعودية، ترى رينارد درب السعودية من 2019. لازم نتكلم شنو رينارد قدم للمنتخب السعودي. نعم. قياسا على الظروف اللي كانت يمر فيها المنتخب السعودي ما قبل رينارد. صحيح انهم واصلين كاس العالم 2018، لكن متى اخر مره وصلوا؟ 2006. الفتره هذه من 2006 ل 2018 ترى المنتخب السعودي يعاني. نعم. يعاني على مستوى المواهب، يعاني على مستوى الاداره الجيده، يعاني من مشاكل كثيره. صحيح. الوقت اللي جاء فيه رينارد للمنتخب السعودي طبق فيه قانون 8 لاعبين اجانب، وهذه كانت عمليه صعبه بالنسبه له كمدرب في الحصول على لاعبين جاهزين. قبل المدربين لما يجون يدربون المنتخب السعودي في السابق كانت التشكيله معظمها سعوديين، معظمها سعوديين، صح. ومليئه بالاساطير. نعم. انت تتكلم مش لاعبين سعوديين فقط، لاعبين اساطير. صحيح. فكانت عمليه التعامل مع هذا الموضوع سهل جدا. صح. لكن الفتره اللي جاء فيها رينارد صحيح انه ما فاز في بطولات، ولكن اظهر منتخب سعودي جدا ممتاز في كاس العالم في 2022، بدليل انه اجاد في نقطه مهمه جدا في التعامل مع المنتخب. اي منتخب عربي، ترى المنتخبات العربيه مش الجانب الفني يفرق معاهم، الجانب النفسي. المدرب القادر على تحفيز اللاعبين العرب نفسيا، نعم. راح تشوف النتائج ايجابيه. هذا شفناه مع منو؟ شفناه مع رينارد نفسه في كاس العالم 2018. ترى خروج المنتخب المغربي ب 2018 مع رينارد ما كان مستحق، على الرغم ان كانت مجموعته صعبه، ايران والبرتغال واسبانيا، وكان قريب جدا، وشفنا شنو صار في الجوله الاخيره من ضد اسبانيا. انا بالنسبه لي اليوم خرج رينارد 4 سنوات، شنو قدم؟ يجب ان يكون في جلسه رياضيه بحته في الاتحاد السعودي انهم ما يلغون هذا العمل، لان عمله كان ممتاز في ظروف صعبه مع لاعبين. يعني تخيل السعوديه ماجد عبد الله، بعدين سامي الجابر، بعدين ياسر القحطاني، بعدين ناصر الشمراني، زين وصل مرحله المنتخب السعودي مع كل احترامي وتقديري
انه يكون مهاجم المنتخب السعودي لاعب احتياطي في نادي الهلال اللي هو صالح الشهري. نعم. هذه ترى في تعطيك فارق كبير جدا. صح. لكن هل اجاد العمل معهم؟ نعم اجاد العمل. الان يجب على الاتحاد السعودي ان يختار المدرب القادم بشكل جيد وان يستمر على نهج رينارد. نعم. انا باعتقادي مدرب المنتخب السعودي القادم اعتقد توقع سعد رامون دياز. وارد كذلك من الاسماء المطروحه رامون دياز وايضا خيسوس. خلينا نتكلم عن ارقام هيرفي رينارد مع الاخضر السعودي. نتكلم عن 21 مباراه، 14 فوز، 4 تعادل، 3 خسائر، سجل 37 هدف واستقبل 15 هدف، تاهل لكاس العالم في الصداره وغادر دور المجموعات في كاس العالم. الامانه مستوى جدا راقي ورائع قدمه هيرفي رينارد. وايضا شيء غريب صراحه انه استقال في هذه الظروف وفي هذا التوقيت ما قبل كاس اسيا. ايضا يعني سابقا لما كان مدرب للمغرب شفنا نفس الامر، استقال في نفس الطريقه وخرج كذلك من المنتخب المغربي. من الاسماء المرشحه هو طبعا المدرب السعودي سعد الشهري، ممكن يمسكه لوقت. نعم. سعد الشهري معروف انه هو مدرب المنتخب السعودي للفئات السنيه. صحيح. اغلب اللاعبين الموجودين حاليا قام في تدريبهم في مستويات جيده، حتى المنتخب السعودي للشباب ترى قدم مستويات جيده، حتى يعني ما كان منتخب سيء. لكن انا اعتقد ما هو المدرب المناسب للمنتخب السعودي. انت عشان تستمر على النهج العالي لازم تجيب مدرب موازي لقيمه هيرفي رينارد. وكذلك انا بالنسبه لي اخشى على سعد الشهري من هذه التجربه. نعم. بالاخص انه ناجح في المراحل السنيه وقاعد يقدم الامانه منتخبات جدا مميزه. ان شاء الله انه ما يكون الوقت بس في يعني نقطه ناصر، نقطه مهمه. نعم. انت تعرف الجو العام في الرياضه السعوديه من حيث الجماهير ترى عمليه صعبه. فانا اخاف ان سعد الشهري ما يتوالم مع هذه الضغط الاعلامي. نعم. والضغط الجماهيري. صح. انا افضل بالاخص ان الاجنبي شوي بعيد عن السعودي. لا انت اذا بتجرب سعد الشهري ممكن لازم تؤمن بمشروعه. صح. تعطيه عدد سنوات. اذا انت واثق في عمل سعد الشهري. نعم. اذا تعطيه سنوات، تثق بعمله، تعطيه استمراريه، بعد ذلك تحاسبه. اذا الكلمه الاخيره عند